عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال كان ليلة البارحة قد تحدث على هامش الاجتماع الذي عقد بمقر نادي الهلال. كان الزميل عبد الله العظيمي قد سأله عن العروض التي يتم تداول الحديث عن أنها قدمت أو أن هناك عروض لعدد من لاعبي الهلال وتحديدا الثلاثي الأجنبي إيمانا والعربي وهرماش. نتابع ماذا قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد حول هذه العروض. أسألك برا هالاجتماع، هل صحيح أن عندكم عرضين اللاعب إيمانا من أندية أوروبية؟ والله احنا نتلقى في عندنا اكثر من عرض لاكثر من لاعب، ولكن احنا في مرحله تقييم الان لحاجه الفريق الفنيه لاداء اللاعبين، وفي يناير ان شاء الله حنقرر وش حنسوي. رغبتك او رغبه الجهاز الاداري انه يكمل؟ والله شوف، ايمان لاعب كبير اذا قدم كل المطلوب منه، وانا اعتقد انه قاعد يتصاعد. مثل ما قلت لك كل اللعيبه تحت التقييم، يعني ايمان وغيره، وفي عندنا عروض للعربي وعندنا عروض للهرماش وغيره، يعني